وبالنسبة للجمع بين القضاء والصيام النافلة، نقول الصيام النافلة على حالين. الحالة الأولى ما جاء مقيدا وما جاء مطلقا. ما جاء مقيدا فإنه لا يجمع مع صيام القضاء، وذلك كذلك صيام 6 من شوال، نقول جاء فيه التقييد في هذا في ظاهر النص، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال. يعني في هذا ينبغي أن تنفك في هذا في الاتباع، فإذا جعلتها قضاء أنت صمت نفس العدد فلا يوجد زيادة في هذا. أما بالنسبة للصيام المطلق، الصيام المطلق أن يصوم يوم ويفطر يوم، أن يصوم مثلا الاثنين، فالاثنين يتكرر في هذا وليس مقيدا مثلا في يوم من الأيام. صيام أيضا العشر من ذي الحجة، ما من أيام أحب أن أقضي فيهن رمضان مثل هذه العشر، فيقضي فيها العشر صيام رمضان، يقضي في هذه العشر. لماذا؟ لأنها مطلقة لم يحدد منها يوم. شهر محرم في هذا يؤتى الأجر. أما الأيام التي قيدت كصيام عرفة أو صيام يوم عاشوراء أو 6 من شوال، فهذه مقيدة بذاتها بزمان معين، فنقول حينئذ أنه ليس للإنسان أن يصوم إلا النافلة.